مشاهدينا في كل مكان اينما كنتم عبر قنوات الكأس الرياضية، نأتيكم هنا من استاد جاسم بن حمد من خلال بطولة كأس قطر، نصف نهائي آخر يجمع فريقان كبيران على مستوى الكرة القطرية يقدمان الكثير والكثير في السنوات الماضية. نعم، ونتمنى أن نشاهد مباراة مثيرة كبيرة تجمعهما، خاصة في عملية خسارة بطولة الدوري الدبل. جهة حكيم وحكيم دفاعيا يعني سيحتاج إلى عمل كبير. هذا ما لربما يراهن عليه بيدرو. هنا لدينا كرة أمامية يأتي من خلال الجانب، يشوف مع مين؟ مع حكيم، أخذ حكيم، راح سيوش، ولكن الإبعاد يأتي باللحظة الأخيرة من ماتشادو رودريغو في عملية إبعاد. شوف هذه العملية اللي أخذها، لكن أيضا هنا لدينا الخبرة الكبيرة الموجودة. بامبا في الجهة اليمنى، حكيم زياش إلى إبراهيم بامبا يصعد في الجهة اليمنى، عرضية الكرة فيها شيء. الكرة هذه كان فيها قلب شوي، وهذا يمكن يأثر حتى على نادي الاتحاد. لدينا كرة أمامية، خطأ يأتي لمصلحة حكيم زياش. من يمسك الكرة الاتحاد؟ من يكون في وسط الملعب؟ خلينا نشوف. ممكن الامور تؤخذ شد وجذب، مد وجزر. خلينا نشوف. هذا ياسين عنده الكره الان. ياسين ينتظر، ياسين المحاوله المنقوله في الجهه اليسرى اماميه من فابريسيو الى احمد الجانحي مع حكيم زياش، يحاول الضغط الموجود، الصراع البدني والخطا الذي يحتسب لحكيم زياش. انظر الى هكذا كره، الى هكذا الشغل، لكن بالعمل الجماعي بنقل الكرة السريع بالتحولات. هذا الأمر بعد الغرافة والأهلي العميد كان رابعا هذا الموسم. هنا لدينا كرة تصل إلى لويس البيرتو، والكرة عادت من لويس البيرتو لحارس المرمى. المربع الذهبي الأول والثاني والثالث والرابع، وكانت معمولة في أغلب دول الخليج حقيقة هذا المسمى. ثم نسختين تم تغييرها إلى كأس سمو ولي العهد، إلى أن وصلت البطولة إلى هذا. كان في اللقطة الماضية من خطأ، كرة من حكيم زياش، هذا بنجامين إلى حكيم إلى بنجامين إلى محاولة إلى كرة وصلت لدى خليفة أبو بكر. هات اليسرى واليمنى، وخل بالك على اللي أقوله. الجهة اليمنى مع الاثنين اللي طالعين ومأمن معاهم بعبد الله يوسف. وهنا لدينا الكرة التي تأتي، العرضية الخطيرة، على كرة المعز كيف مرت في اللقطة الماضية. الكرة العرضية إحدى أخطر كرات المواجهة ما بين الفريقين. كاد الاتحاد أن يسجل الهدف الأول، وكاد المعز أن يضع الكرة الأولى، الصرخة الأولى، الفرحة الأولى، لكن كل ذلك مر بشكل غريب جدا. هذه الكرة الآن بنجامين بشكل غريب جدا. هذه الكرة الآن بنجامين، حكيم زياش الذي بدأ يعمل، إبراهيم بامبا في الجهة اليمنى، ميشيل ألونغا بعيدا تماما عن منطقة الجزاء. الكرة التي تعود تغيير اتجاه بكرة قطرية في الجهة اليسرى، همام حولها لدى المعز إلى مين؟ بنجامين. شو الله على نقلات، لكن في النهاية الكرة قطعت، وصلت عن طريق إبراهيم أو أحمد الجانحي الذي حاول، وفي النهاية الكرة قطعت من المعز وعادت مرة أخرى لمصلحة الاتحاد الذي يبدأ الآن مسألة خطيرة للغاية. هذا مين؟ ألونغا، عادت إلى كريم عنده الكرة. بدأوا مين اللي بدأوا؟ يعني لويس، المعز حكيم بنجامين. تحس الون تاتش اللي بينهم حلو، التناغم اللي. هذه لدينا الكرة تلعب أمامية، تعود لمصلحة الاتحاد عن طريق بنجامين. لويس البيرتو، ما عندك مشكلة، لكن إذا حب الغرافة يروح أعمق من ذلك، يوصل لمثلا ماتشادو، صعد من يواجه الزعيم. هذه لدينا الكرة الآن في الجهة اليمنى، لربما تكون خطيرة، عرضية موجودة، وكرة خوسيلو، ظهره خوسيلو
وظهوره كاد أن يأتي بالهدف الأول. انظر إلى الكرة التي لعبت وتحولت وأبعدت تصل إلى خوسيلو، والكرة لامست في طريقها إلى خارج أرضية الملعب. هنا لدينا ركنية، هذا قرار يأتي من حكم اللقاء. ركنية أحس ما لمست، ما حد يبي خسر، كل واحد يقول لك مباراة النهائية. هذه لدينا الكرة الآن وصلت تحولت في الجهة اليمنى، الكرة التي تسدد من ماتشادو إلى خارج نادي الاتحاد. هذه لدينا الكرة الآن منقولة تحولت، هذه خطيرة، حكيم جميلة أولونجا، الهدف الأول يأتي، تسديدة لا زال الخطر موجود والكرة تبعد. اضطر إلى أن يأتي بالكرة ويطيح بها إلى خارج أرضية الملعب. كرة في الجهة اليمنى، تدخل الذي يأتي إبراهيم بامبا في الجهة اليمنى، حكيم زياش، عرضياته جميلة متقنة لكن أيضا في طوال قامة نادي الغرافة سيدو سانو، متر 98 95. السنوات اللي تواجد فيها دائما يصارع على اللقب أو يحرز اللقب بطولة الدوري، لكن الموسم الماضي كان مخيبا للآمال. يعني تقدر تدخل إدميلسون، يعني إدميلسون الدقيقة الأخيرة مشاهدينا الكرام متابعين عبر قنوات الكاس الرياضية، التعادل لا زال حاضرا في نصف النهائي الآخر. من يواجه السد في المباراة النهائية في 10 من ماي من هذا العام الشهر القادم. راح نشوف ونتابع ونلحظ من يريد أن يخرج بلقب، من يريد أن يفرح جماهيره، من يعوض ما فات في بطولة الدوري. هنا لديك فرصة كبيرة. أحمد الجامحي يتحصل على خطأ في الجهة اليسرى، وكرة ثابتة تلعب الآن مقوسة بعيدة، تحولت وصلت الآن من ينهي الشوط بأحلى لقطة بأجمل صورة، لكن تأتي صافرة، وجود خطأ لمصلحة نادي الاتحيل للاعب حكيم زياش. انتهت الدقيقة يا محمد، وبالفعل يعلن عن نهاية أحداث شوط الإطلاق من هذا الجانب وذاك. يدخل لدينا الاتحيل بين الشوطين بلا شك. هناك تعليمات هجومية. هنا يأتي حكيم في الجهة اليمنى وتدخل من سيدو سانو وإبعاد الكرة إلى ركلة زاوية من المدرب الذي وجه لاعبين للتسجيل. جميل جدا هذا التحرك. هنا لدينا كرة خطيرة، الله الله الله، وفتح مساحات لأحمد الجامحي، كان أمر مميز جدا. هذه لدينا كرة الآن خطيرة وصلت إلى حكيم، هدف أول. دفاعات الغرافة تذود عن مرماها في اللقطة الماضية، لأنه إذا مرت تعلم بأن هدف حكيما سدد زياش، ولكن دفاع الغرافة كان حاضرا. طريقي بنجامين حول الكرة لحكيم زياش، منقولة في الجهة اليمنى. هذا حكيم، نقلة أمامية، محاولة سيدو سانو الوسط الآن، اللاعب ياسين، لكن كرة مقطوعة خطيرة الآن. من يسدد من وحده، تسديده لكنها في الدفاعات، والثانية خليفة يتصدى والكرة إلى ركنية، لكن هناك مطالبة بركلة جزاء. بنجامين بوردو يتحدث مع حكم اللقاء بأنها اصطدت في يد للفود عن طريق ياسين، يلعب الكرة العالية على القائم الثاني، راسية أبعدت، تحولت فابريسيو يسدد وتصد في إبراهيم بامبا، تحولت عن طريق لويس البرتو، كرة منقولة أمامية، التدخل الموجود والسقوط الذي يأتي والخطأ بعد ذلك، والصافرة من محمد الشريف يرى بأن هناك خطأ على عبد الله يوسف، خطأ على عبد الله يوسف. هذه الصافرة، هذه اللقطة والخطأ الذي احتسب لمصلحة نادي الاتحاد. هذا دم هنا بيدرو مراجع الموضوع كويس، يعني اسم سيكون حاضرا إذا إبراهيم بامبا لأنه ظهير أيمن وتعرض للبطاقة الصفراء سيغادر. إبراهيم بامبا هذا سيغادر. إبراهيم بامبا
لمصلحة التحيل. هذا اسماعيل من تحدثنا عنه منذ قليل انه جاي، وكذلك ادميلسون، جبهة يمنى يعدي حكيم، تدخل الذي يأتي، لا صافرة موجودة، الكرة تعود. ألونجا، اي والله ألونجا يغادر تشكيل، وحكيم زياش سيخوض الآن، وهذا زعلان ولا ايوه هذا كلام قلت معه، لكن زعلان لا وايد زعلان، وايد